رحيل صانع البسمة وعملاق المسرح الفنان هشام يانس، ولن تصدق الديانة الحقيقية التي أخفاها حتى بعد وفاته. مين هو الفنان الأردني هشام يانس وسبب وفاته الحقيقي؟ توفي بعد صراع مع المرض. انتشر متابعينا الأعزاء سؤال مين هو الفنان الأردني هشام يانس، وذلك بعد رحيله اليوم عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض. وكمان بتفقد الساحة الفنية العربية أحد أبرز روادها وكمان مبدعيها، وهو الذي ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن الأردني والفن العربي بشكل عام. اشتهر الفنان الراحل ببراعته في مجالات متعددة، بالإضافة إلى التمثيل كان كاتبا دراميا ومبدعا، وقدم العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية التي تركت بصمة في وجدان المشاهد العربي. كما كان يمتلك يانس موهبة فذة في تقليد الشخصيات العامة، حيث اشتهر بتقليد العديد من القادة العرب مثل الملك الحسين بن طلال وكمان الرئيس المصري جمال عبد الناصر. متابعينا الأعزاء، هنعرف مع بعض سبب وفاة هشام يانس. كان الفنان الأردني هشام يانس قد أصيب بجلطة دماغية في عام 2007 أثرت بشكل كبير على صحته، كما أبعدته عن الأضواء، وعلى الرغم من حصوله على العلاج اللازم إلا أن المرض استمر في التقدم، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة. متابعينا الأعزاء، أما عن ديانة الفنان الأردني هشام يانس فديانته بتكون الديانة الإسلامية،